يبدأ صاحب الفيلم مع شاب غلبان ومجتهد جدا اسمه دولي، وبيكون شغال في محل أسماك. هو معروف عنه إنه حظه سيء جدا وبيخسر فلوس كتير جدا لأنه دايما بيدخل صفقات وبيطلع منها بخسارة كبيرة، ومديره أساسا مش بيديله مرتبه كامل، وكل شهر كده بيعمل أي حوارات ويديله بواقي المرتب يكمل بيها الشهر. وبيكون معاه صاحبه شونسك، هو اللي بيكون شغال معاه في خدمات توصيل السمك لكل تجار السوق. وبيشوفوا خناقة بين كانج مدير الشغل وتاجر السمك على الفلوس. وقتها بيجي لدولي تليفون وبيكون من الأستاذ بارك، وبيبلغوا إنهم لازم يتقابلوا. وفعلا بيروح دولي، وبيكون بارك ورجالته بيعرضوا عليه مشروع محل كابوريا. فبيفكر دولي، لكن شونسك بيحذره وبيفكروا بعدد الصفقات اللي عملها وخسر فيها. بعدها بنشوف شيسون مرات دولي، وبتكون شغالة في دار رعاية المسنين، وبتشتغل كمان في كافيه بعد الظهر، وده علشان تقدر توفر فلوس بسبب إن جوزها حظه سيء جدا وكل فلوسهم مش مكفية. بعدها بيروح دولي بالعربية يجيب مراته من شغلها في آخر اليوم، وبيحكي لها عن مطعم الكابوريا اللي عاوز يدخل فيه، وبتتضايق جدا لأن جوزها متعود على فشل المشاريع اللي بيدخل فيها ودايما بيتنصب عليه. بعدها بنشوف عصابة خطيرة، وبيكون رئيسهم موجود واسمه كيسي، وبيكون شخص بشع ومجرم خطير جدا، وكمان بيتاجر في البنات مهما كانت أعمارهم كبار أو صغيرين. وبيكونوا رجالة العصابة نازلين ضرب في واحد علشان ما دفعش الفلوس اللي عليه، وكيسي بيفكر يقتله وياخد فلوس التأمين بتاعته. في اللحظة دي بتدخل بنت الراجل ده على العصابة، فبيشوفها كيسي وبتدخل دماغه وبيخدرها وبياخدها في عربيته وبيمشي. وهو سايق بيخبط في عربية دولي، فدولي بينزل يتخانق فيه وبيقول للسواق انه عاوز يعمل محضر، فالسواق بيعتذر له وبيطلب منه يمشي الموضوع ودي، وبيدفع له شوية فلوس. فدولي بيوافق، لكن اول ما مراته بتشوف اللي حصل بتتضايق جدا وبتنزل تزعق في السواق. واول ما بيلمحها كيسي بتعجبه وبيزعق في السواق بتاعه. بعدها بنشوف دولي وهو بيدعي ان الرئيس كانج يديله المرتب كامل المرة دي، وهو بيروح له فعلا لكنه بيتصدم لما بيشوف نص المرتب بس، وكالعادة اسباب وحجج فارغة. فبيروح دولي لتشونسك وبيحكي له على اللي حصل، وبيبلغه انه مش هيقدر يكمل في مشروع محل الكابوريا، وده لان معهوش سيولة. فتشونسك بيقول له ان الموضوع ده نصب اساسا وان مفيش محلات كابوريا ولا حاجة. فبيرد دولي انه واثق تماما من صاحبه ده وانه استحالة يخدعه. وفجأة بيرن عليه الاستاذ بارك وبيقول له ان السفن بتاعتهم تمت مصادرتها من قوات الشرطة الصينية، وانهم مش هيقدروا يستمروا في المشروع ده. فبيحس دولي بالحسرة لان الموضوع فشل قبل حتى ما يلحق يفهم مراته. بالليل بياخد دولي مراته لمطعم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها، لكنها بتكون عاوزة تنفصل وبتعرفه كده، وبتفهمه كمان انها خايفة ان البنك يصادر فلوسهم وممتلكاتهم. فبيهديها دولي وبيوريها انه ماضي عقود في صفقة محل كابوريا. فتشيسون بتشيل الطين وبتقول له صفقات تاني، فبيحاول يهديها وبيقوم يجيب لها التورته، لكنه بيرجع يلاقيها سابته ومشت. وبعد ما بتروح بتحس انها ظلمته، فبتبعت له رسالة بتقول له يجي البيت، وبتعتذر له عن الكلام اللي قالته. في اللحظة دي بيدخل شخص ملثم لبيتها وبيخطف تشيسون وبيمشي. وبعد ما دول بيروح بيتخض جدا من منظر البيت، وبيفضل يدور على جيسون لكنه مش بيلاقيها، وبيروح يبلغ عن فقدانها، لكنه هو خارج بيلاقي صور بنات كتير مخطوفة. وبيفهم ان الشرطة مش هتساعده لانهم راجعوا الفيديو ولقوا ان وقت عملية الخطف كل الكاميرات اتكسرت. فبيقرر دولي يدور بنفسه، وبيجيله تليفون من كيسي بيقول له يروح كافيه قريب من بيتهم عند الشنطة، ولو بلغ الحكومة هيندم. فبياخد دولي صاحبه شونسك، واول ما دولي بيفتح الشنطة بيلاقي فيها فلوس كتير جدا. فبيقول له كيسي كل الفلوس دي هتكون ليه مقابل تشيسون. فبيلاحظ دولي حد بيتكلم، وبيروح يركب عربيته بعد ما كيسي خلص معاه، وبيعتقد ان هو ده الخاطف، وبيطلب من تشونسك انه يتابعه بسرعة، وبيفضلوا هما الاتنين يطاردوه لغاية ما بيقدروا يمسكوه. بعدها بيكتشفوا انه ملوش علاقة بأي حاجة. بياخد دولي شنطة الفلوس وبيروح القسم يسلمها كدليل الخطف، وبيرجع يسترد باقي مرتبه من رئيس الشغل بتاعه، واللي بيرفض يديله فلوسه وبيقول لرجالته يخلصوا عليه. وقتها بنتفاجئ بمهارة دولي القتالية، وانه قدر يخلص على كل اللي بيجي في وشه. فبيخاف منه كانجو وبيديله كل الفلوس اللي عاوزها. بعدها بيروح هو وتشونسك للمحقق فير، ولما بيراجعوا كاميرات الكافيه اللي اخدوا منه الشنطة بيشوفوا شخص ماسك نفس الشنطة ونازل من عربيته. فبيعرفوا ارقامها وبيوصلوا الملك بتاعها وبيروحوا له، لكنه بيقول لهم انها اتاخدت منه لانه خسر في القمار وانه ملوش اي علاقة بالجرايم. فبيجبروا يقول لهم على مكان البار اللي كان بيلعب فيه قمار. فبيعرفهم المكان بالظبط وبيروحوا لهناك، وبيطلبوا من الموظفة تعرفهم ملك اخر عربية مين كسبها. فبتحس
إنهم محققين وبتبلغ رجالة البار، فبينزل دولي وفير ضرب في الرجالة لغاية ما الموظفة بتكون مضطرة تقول لهم كل حاجة. وطبعا بعدها بتطلع معلومات البنت في شينكي ودولي مش بيوصل لأي حاجة. بعدها بيروح القسم والبوليس بيعرفوا إنه وصلته صورة جثة بنفس مواصفات مراته، لكنه لما بيبص في الصورة بيتأكد إنها مش مراته. تاني يوم شونسك بيحكي عن راجل كان في القسم ندمان إنه باع مراته لكيسي. وفير بيسمع الكلام بتاع شونسك وبيروح يقابل الراجل واللي بيفضل يعيط من شدة الندم، وبيحكي لفير كل حاجة. وقبل ما يمشي بيدي لدولي ورقة وبعدها بينتحر. وبيشوف دولي الورقة وبيطلع فيها رقم وعنوان سواق كيسي، فبيروح دولي على عنوانه وبياخد السواق معاه علشان يعرف يعذبه. وبنتصدم لما بنشوف كيسي بيتصل بيهم بالفيديو وبيوريله انه بيعذب شيسون وبيغرقها في المية، وبيأمره يقتل السواق لانه خاين واعترف عليه، وبيقول له شنطة فلوسه ترجع مقابل شيسون. بيحط وقتها دولي الحبل على رقبة السواق لغاية ما بيفقد وعيه علشان يحسس كيسي انه مات. وبتخلص مكالمة الفيديو على اتفاقهم انه يرجع الفلوس. وفيرو وتشونسك بيكونوا مرتبكين جدا لان معاهم جثة، لكن دولي بيضرب السواق بالقلم وبنتصدم لما بنشوف الوعي رجع له تاني. وبيقول لهم دولي انه كان بيفصل شريان معين عنده عشان يفقد الوعي قدام كيسي ويفتكره مات. فبيفوق السواق وبيقول لهم على المكان اللي كيسي بيخبي فيه البنات اللي بيخطفها. في الوقت ده دولي بيحط خطة علشان يسرق فلوس كيسي من الاسم لأنه مش معاه فلوس يتصرف بيها، وبيخلي شونسك وفير يتنكروا على أساس إنهم من رجالة الاسم، لكنهم بيتكشفوا وكل حاجة بتبوظ. فبيروح دولي يفجر عربية بسرعة علشان يشتت رجالة الأمن، وشونسك وفير بيقدروا يخطفوا الشنطة ويهربوا في ساعتها. وبيطلعوا على المكان بتاع كيسي، وكيسي بيجهز خطته إنه ناوي يقتل تشيسون بعد ما ياخد فلوسه. وبيوصل دولي على هناك وتشيسون بتحاول تهرب وبتنجح فعلا وبتطلع توقف تاكسي. واول ما بتلاقي الدنيا زحمه بتخاف لحد من العصابه يشوفها، فبتقرر تروح القسم ماشي بما انه قريب. وهي ماشيه وخلاص هتوصل بتلاقي في وشها كيسي واللي بياخدها على عربيته التاني. في الوقت ده بتشوف تشونسك وفير بيحاولوا ينقذوا ست من ايدين العصابه قبل ما يخطفوها، وبيكون دولي بيضرب في رجاله كيسي كلهم لغايه ما بيوصل لاوضه جيسون، وبيشوف شباكها مكسور وبيفهم ساعتها ان كل البنات اللي كانوا في الاوضه هربوا. في الوقت ده البوليس بيوصل مقر كيسي علشان يفتش على بلاغات الستات المخطوفة، لأن شونسك وفير بيكونوا بلغوا على المكان. ودولي بيطلع يدور على مراته بالعربية. في الطريق دولي بيشوف كيسي وجيسون في عربية وبيحاول يزنق عليها لغاية ما بتكون هتقع فبتفداها، وعربيته هو اللي بتتقلب في منحدر. فبيطلع كيسي من العربية وهو ماسك فاس ونازل لدولي، فبيستخبى دولي وبيستجمع قواه، وبيطلع لكيسي يقول له راجل لراجل ورينا هتعمل ايه. وبينزل ضرب فيه وفين يوجعك. فبيفضل كيسي يعتذرله علشان يسيبه في حاله ويبطل ضرب فيه، لكن دولي راسه ألف سيف وبياخد الفاس منه وبيكسر له صابع ايديه لغاية ما كيسي بيفقد وعيه. وبيطلع دولي في عربية كيسي يطمن على مراته، والحادثة بتنتشر جدا بين الناس وفي نشرة الأخبار إنه بفضل مجهودات دولي وتشونسك وفير الحكومة قدرت تلاقي مقر أكبر مجرم وتاجر سيدات في التاريخ. وعلشان كده السلطات بتفرج عن سفن الكابوريا اللي كانوا محاصرينها، وبينجح دولي انه يكون مدير المطعم وتشونسك كمان بيساعده في المطعم الجديد. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برايك في التعليقات، واقترح لنا افلام تحب نلخصها، وما تنساش تشترك معنا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.